توقعاتك ايه ان شاء الله للماتش النهارده؟ شايفه ازاي؟ لا، هو الماتش ان شاء الله مش ماتش صعب يعني، مش يعني اتوقع 2-1 3-1 ممكن باذن أكتر. الله باذن الله متفائل يعني ان شاء الله. متفائل ان شاء الله. متوقع مين؟ برج العرب عموما. يا رب يا رب فعلا. متوقع مين اللي ممكن ان شاء الله يجيب الاجوان؟ يعني ممكن امام عاشور، متوقع مروان عثمان، انا شايف اول مره يبدا فعلا باذن الله. لسه جاي اول امبارح، باذن الله نرحب بيه يعني ان شاء الله ان شاء الله. I think Al Ahly wins 2-0. Like it's going to be still complicated because Yanga is a good team, but I think that Al Ahly should win. ان شاء الله. You know some players in Al Ahly who can score today? Trezeguet. You like Trezeguet? I know because I'm Juventus fan, so we had Trezeguet back in the days, and all the time I was thinking like, why there is Trezeguet in it? So yeah, but he is very good. I know. I hope he will score today. Inshallah. Inshallah. Okay. Thank you. ان شاء الله اللي يكسب مرتاح باذن الله يعني. باذن الله. كام النتيجه ان شاء الله؟ 2-0. مين اللي ممكن يجيب الاجوان؟ ممكن جراديشار وحسين الشحات. يا رب يا مسهل يا رب باذن الله. لسه واصلين استاد برج العرب. الاهلي ماتش جديد في افريقيا باذن الله. باذن الله الاهلي النهارده يروحنا فرحانين بالثلاث نقط، جايين مشتاقين بعد التوقف الدولي. يا رب تكون اللعيبه كلها فايقه باذن الله. باذن الله يكون الفوز النهارده للاهلي. يلا بينا ناخد كل الاستاد. النادي الاهلي ويانج افريكان بطل تنزانيا. عشر دقايق عدوا لغايه دلوقتي. الفرقه بتاعت يانج افريكانز بدات تيجي ناحيه الاهلي، فربنا يستر ان شاء الله. الاهلي يخطف الجول قبل الدقيقه 15 او 20 يريح بس الدنيا شويه، نبقى خطفنا من الاول كده عشان ما نصعبش الدنيا على نفسنا قدام ان شاء الله. خمسة وعشرين دقيقة داخلين على نص ساعة، والاهلي اقدر اقول لكم اداؤه سيء. مفيش شوط على الجون، مفيش هجمة منظمة، مفيش حاجة. فربنا يستر بقى في اللي جاي. الفرقة التانية بدأت تفوق، بدأت تشوط على الجول، لسه مضيعين كورة. ربنا يستر في اللي جاي. يا مسهل يا رب. يا رب الاهلي يريحنا بدري يا رب. حلو يا مروان. الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب المرتدة يا ابن اللعيبة. 40 دقيقة والشوط بيخلص والاهلي لسه سايق زي ما هو بصراحة. فلا الاداء يقلق، الاداء يقلق جامد. الشوط الثاني لازم يحصل تغيير واثنين وثلاثه. في ناس مش فايقه، ديانج مش فايق اطلاقا، زيزو مش فايق، مروان عثمان يا مسهل يا ابن اللعيبه. يا رب يا رب. تريزيجيه بيصالحنا في اخر دقيقه. شايف الشوط الاول ازاي؟ والله هو يعني لعبه كويس تمام، بس هو الفكره ان فاهم انت ضاغطين قوي علينا تمام. بس الحمد لله يعني ان احنا شوط اول كويس وجبنا جول في اخر دقيقه. الحمد لله ان احنا خطفنا الجون فعلا. الماتش يخلص كام ان شاء الله؟ ان شاء الله يجيبهم كمان. انا راضي ب 2-0. يا رب. مين اللي هيجيبه بقى؟ ان شاء الله يعني امام عاشور ان شاء الله. اخر دقيقه في الشوط يعني كنا هنطلع زعلانين. تريزيجيه بيصالحنا. شايف الشوط الاول ازاي؟ انا شايف والله ان الاداء يعني متواضع شويه، يشد حيلهم المدرب الطرفين، يعمل تغيير، يطلع زيزو ويخلي تريزيجيه مكانه وينزل بن شرقي يحرك الدنيا، وبرضه في وسط الملعب ينزل بن رمضان واليو ديانج برضه دون المستوى. صح عندك حق فعلا. اليو ديانج النهارده يا جماعه النهارده الدفاع هو الدفاع قلب الدفاع يعني ياسر ومحمد هاني بسم الله ما شاء الله. انا شايف ان ديانج ومروان لسه مش مع بعض، الكيمياء لسه مش ماشيه ما بينهم. واليو ديانج برضه موضوع برضه جد برضه دي مأثره نفسيه اللاعب برضه. تمام. واحنا ان شاء الله باذن الله الفرقه هتفك الفرقه الثانيه باذن الله. يبقى الاهلي هيتقدم ان شاء الله. يخلص كام الماتش بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله 2 أو 3 للاهلي باذن الله. باذن الله. يا مسهل يا رب. يلا بقى يا جماعه، ما يلا يا جماعه اسرع يا جدعان.
الاداء نايم من بعد الجول، ومن ساعه الشوط الثاني ما بدا لغايه دلوقتي 20 دقيقه الاداء نايم. امام بس عمل كوره والثانيه ولسه بدري يعني. واحنا بنتكلم كده جراديشار بيضيع كوره غريبه جدا جدا جدا. بص الناس، جراديشار لسه نازل، الناس بتقول طلع جراديشار، خلى امام طالع زعلان. لا حقك يا امام، حقك، براحتك يا امام. علامي يا امام، علامي، الله اكبر عليك يا ابني، والله الله اكبر عليك. امام افضل لاعب في مصر وافضل لاعب في النادي الاهلي بلا منازع. مبروك قبل اي حاجه على الفوز. ايه رايك في اداء الاهلي؟ لا وحش النهارده، الاهلي وحش النهارده. بالذات الشوط الاول. الشوط الاول والثاني بنلعب على هجمه مرتده، يعني الاهلي ما بيلعبش على هجمه المرتده يعني. فعلا عندك حق. لا علامه استفهام كبيره على اليو ديانج. لا اليو ديانج لازم يمشي. تريزيجيه، الناس قالت كده خلاص. تريزيجيه رغم ان هو جاب جونين لكن لازم حد ينزل مكانه. كان مختفي. لا خالص. زيزو لازم حد ينزل مكانه. بن شرقي انا شايف ان هو ما يقعدش دكه خالص، ولا حسين الشحات يقعد دكه. كلام مظبوط كده، كلام مظبوط. لا الاهلي وحش النهارده. يلا الحمد لله. الحمد لله مكسب مهم جدا في وقته، الحمد لله بعد توقف الدولي واللعيبه جايه مرهقين، والحمد لله النهارده كسبنا باقل مجهود. لاحظ ان في 8 لعيبه اصلا جايين مجاهدين من يومين، اصلا قرار يوم واحد بس فعلا. فالحمد لله مكسب كويس، والحمد لله نقطتين، وان شاء الله هيتحسن الاداء بعد كده باذن الله. ايه رايك في اليو ديانج النهارده؟ اليو ديانج عايز يمشي ما دماغه بره خلاص. هو كده هو مقرر كده. هو عايز يمشي، اللي هو خلاص مقرر عايز يمشي. ساسي بيقول كده. عايز يمشي. شايف امام ازاي النهارده؟ لا لعيب احسن لعيب في مصر. طب واليو ديانج كويس برضه. الدبابه بتاعتنا لا الدبابه بتاعتنا كان فيها احسن طبعا، في احسن بكتير طبعا عند اليو ديانج. احسب يقول انه عايز يمشي، ممكن يمشي صح. الحمد لله قبل اي حاجه على المكسب. شايف اداء الاهلي ازاي النهارده؟ والله هو الاداء مش احسن حاجه، بس هو الحمد لله على المكسب، لكن احنا عايزين احسن من كده. اللعيبه المفروض تبقى رجاله شويه في الملعب اكتر من كده. انا مش شايف حد بيلعب غير امام عاشور، مصطفى شوبير واقف في الجون، والباقي كله بيلعب على الواقف. ايه رايك في المشاركه الاولى لمروان عثمان؟ جميله بصراحه، جميله، مشاركه كويسه. انا متفائل بالولد ده، متفائل جدا. تمام. علامه الاستفهام اللي على اليو ديانج مش عارف، هو خلاص هو كده ديانج ماشي. ثلاث ارباع الناس قالت نفس الجمله، ديانج عايز يمشي. كده هو ماشي، فبالتالي مش خلاص يعني. طب الحمد لله على المكسب. We just finished the game like exactly what you told me. Again, what you told me before the match. 2-0 and my favorite player Trezeguet. 2 goals of Trezeguet. He scored the 2 goals today. Did you enjoy the match? A lot. I mean, what a support. It's a pity that the stadium couldn't be packed because it had to be played in El Cairo. I hope that soon will happen. And I mean, like, it's probably the first time in my life I get a result. So even me, I'm very happy. Like I see someone like you came from all this to support Al Ahly. Well, it's amazing. Everyone who likes football, I mean, like, knows Al Ahly. Al Ahly is biggest team in Africa. Exactly. Everyone I'm very happy to hear this from you. هو بيقول لنا يا جماعه ان هو جاي من مسافه بعيده قوي، هو من اسبانيا زي ما انتم سمعتوا في الاول، وبيقول لنا ان الاهلي فريق كبير جدا، وهو جاي يتفرج على الاهلي، واي حد بيحب الكوره هيحب الاهلي. Thank you very much. I'm very happy for it. الحمد لله تريزيجيه بيجيب جولين بيخلص بيهم الماتش. الشوط الاول ما كانش فايق، بس بيصالحنا الشوط الثاني بعد ما اللعيبه بترجع من افريقيا في التوقف الدولي. كنا متوقعين ان الاداء مش هيكون احسن حاجه. الشوط الاول فعلا ما كانش احسن حاجه. نزلنا الشوط الثاني، امنا الجون اللي جبناه في اخر دقيقه في الشوط الاول بجول ثاني. تريزيجيه برضو امام احسن لعيب في مصر بلا منازع، الله اكبر عليه. علامه استفهام كبيره جدا على اليو ديانج. الناس كلها بتقول عايز يمشي. جراديشار بيضيع كوره. انا شايف ان فيرود النادي الاهلي ما ينفعش يضيع كوره زي دي، بس باذن الله اللي جاي احسن، وانتظرونا في اللي جاي. كله يعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، والسلام عليكم.